في الماضي قبل الفيضان العظيم، الكوكب ده كان بيحكمه كائنات من عالم تاني اسمهم السنتينلز، ودول كانوا الحكام التاريخيين. بس بعد كده فسدوا وقرروا يعملوا اللي هم عايزينه، وقطعوا عهد على نفسهم فوق الجبل، وبعدين اتجوزوا وخلفوا أطفال معروفين باسم نيفيلم. وبعدهم أولادهم التانيين كانوا عبارة عن عمالقة كده من أجناس وأحجام مختلفة. والفترة دي العمالقة عاشوا في هدوء وسط البشر، بس لما ما بقاش في حاجة يسدوا بيها جوعهم بدأوا يقلبوا على البشر وياكلوهم. ومع الوقت جوعهم زاد أكتر وأكتر، لدرجة إنهم بقوا ياكلوا حيوانات ضخمة زي الديناصورات، وبقوا هم الوحوش اللي مسيطرة على الأرض. الفوضى والعنف انتشروا جامد، ومن هنا كانت بداية النهاية. وفجأة الحكام دول اتسلسلوا واتنفوا لسجن عبارة عن كوكب ومعاهم كل أولادهم. بس بعد كده الكوكب اللي مسجونين فيه ده قرب من كوكب الأرض تاني، والوحوش دي نزلت على عالم البشر بعد ما كانوا عايشين في سلام، وبدأوا ينشروا الرعب مرة تانية. وفي المشهد اللي بعد كده، وده آخر مشهد شفناه في الجزء اللي فات، بنشوف واحد من العمالقة واقف قدام مجموعة من الناس وبيقول لهم أنا نيفيلم. وقتها الراجل العجوز اللي موجود بيقعد يضحك وبيقول له إنه عارف إنهم موجودين، وإن كل الأبحاث اللي عملها أثبتت إن كلامه كان صح. وبعدها البنات بيسألوه أنت عايز إيه مننا؟ ليه أنت هنا؟ فيرد ويقول أنا جاي أساعدكم، مع إنكم أنتوا اللي دمرتوا العمالقة. فتقول له تساعدنا إزاي وأنت واحد منهم؟ فيرد زي ما قلت أنا نيفيلم ومش وحش زي باقي العمالقة، وعمري ما عملت الجرايم اللي عملوها. وبالمناسبة أنت قتلتي كام واحد منهم بالمرايات؟ ولما تسأله ليه عايز يعرف، يقول لها إن الرابط بين العالمين هيتكسر لو عدد معين من العمالقة مات على إيد البشر. فتسأله إزاي وكام العدد؟ فيشرح لها إن في نبوءة قديمة بتقول إنه بعد 50 سنة من نزول العمالقة 50 منهم هيموتوا بسبب الانعكاسات، وساعتها الرابط بينهم وبين عالمهم هينتهي. لكن لو ده ما حصلش السنتينلز هيرجعوا تاني ومعاهم حكم مرعب. في اللحظة دي سارة بتشوف بصيص أمل، وبتتأكد إن في طريقة يخلصوا بيها من العمالقة نهائي. فتسأله نصدقك إزاي؟ فيرد لو كنت عايز أقتلك كنت عملت كده يوم ما كنت قاعدة على الشجرة. وهنا بنرجع فلاش باك لوقت ما العمالقة نزلوا الأرض والناس كلها كانت بتجري، وسارة وعيلتها كانوا مستخبيين فوق شجرة، ونيفيلم عدى من قدامهم بس قرر ما يؤذيهمش. فتقول له يعني ده كان أنت؟ أنا كنت حاسة إنك مش زيهم. لكن الراجل اللي معاهم بيقول إنه مش مرتاح ومش حاسس إنهم المفروض يصدقوه. فترد سارة إن مفيش قدامهم حل تاني ولازم يجربوا. بعد كده نيفيلم بيقول لهم يلا نبدأ لأن في عمالقة كتير في المكان ده. وسارة بتقول إنها متأكدة إن المراية كانت هنا، وفعلا بيدوروا عليها لحد ما يلاقوا الشنطة، بس يكتشفوا إن المراية مكسورة ومش هتنفع. وقتها الراجل العجوز بيقول لهم إنه عنده مراية في كهفه، بيروحوا يجيبوها ويلاقوها سليمة. سارة بتحذرهم إنهم لازم يحافظوا عليها، وبتقول إن نيفيلم مستنيها عند مدخل في الحيطة وإنها هتدخل لوحدها، لكن إخواتها يقرروا يدخلوا معاها وبيتحركوا كلهم علشان يتأكدوا إذا كان كلام نيفيلم صح ولا لأ. ولما يوصلوا سارة بتقول إنه المفروض يقابلهم هنا، وفجأة نيفيلم يظهر وينط من فوق السور، وسارة تتخض وتقول له أنت كده هتلفت انتباه العمالقة. فيرد بسرعة ويقول لهم إن في عمالقة في الناحية التانية ولازم يطلعوا فوق السور علشان يستخدموا المراية بسهولة. بياخدها ويطلع بيها فوق السور، وفعلا بيلاقوا العمالقة ورا السور. كل اللي محتاجينه إنهم يقربوا منهم، بس ده خطر جدا. نيفيلم بياخد سارة ويمشي بيها فوق السور وينط من مكان لمكان لحد ما يقربوا. ولما عملاق يقرب سارة ترفع المراية قدامه، وأول ما يشوف نفسه يتحجر ويموت فورا. لكن باقي العمالقة بيهجموا عليهم، فنيفيلم ياخد سارة ويجري بيها ويرجع لإخواتها ويقول لهم يجروا بسرعة لو عايزين يعيشوا. الشباب يستخبوا تحت صخرة ونيفيلم يجري بسارة بعيد. سارة تتعصب عليه وتزعق ليه سبتهم؟ هم كده هيموتوا. فيرد إنه اضطر يعمل كده. وفي نفس الوقت العمالقة بيطردوهم، لكن لما يقربوا من نيفيلم بيختفي عنهم ومش بيقدروا يشوفوه، وكأن المكان ده ليه تأثير عليهم. وبعد ما العمالقة يمشوا سارة تخرج وتزعق فيه وتقول له يبعد عنها، وتبدأ تدور على اخواتها. وبعد شوية توصل لهم وتطمن انهم بخير، وبتسألهم قدروا يهربوا من العمالقة ازاي. لكن فجأة يظهر عملاق تاني ويهجم عليهم، ونيفيلم يواجهه فورا ويضربه، ولما يحاول ياكلهم يمنعه ويقتله. وبعد ما ينقذهم سارة تشكره، وبكده نيفيلم بيرجع يكسب ثقة سارة مرة تانية. ولما بيرجعوا لجول الساحر والراجل العجوز، سارة بتعتذر لجول وبتقول له ان المراية بتاعته اتكسرت. فالراجل العجوز بيهزر ويقول إنه مش هيقدر يسرح شعره تاني، بس على الأقل اتكسرت لهدف مهم. وبعد كده بيروحوا يجيبوا مرايات تانية، وبمساعدة نيفيلم بيصطادوا ويقتلوا عمالقة بأحجام مختلفة. بنشوفه بيستدرج العمالقة الأشرار، والشباب بيستغلوا الفرصة ويحطوا المرايات قدام وشهم فيموتوا. كرروا العملية دي مرة ورا التانية لحد ما يقضوا على عدد ضخم جدا من العمالقة بأشكال وأحجام مختلفة. نيفيلم بيبذل مجهود جبار، والشباب مرعوبين من شكل العمالقة بس مضطرين يكملوا. وفي آخر اليوم سارة بتشكر
بيفكروا مرة تانية ويولعوا نار ويقعدوا حواليها يتكلموا، وبيكتشفوا إنهم قتلوا حوالي 45 عملاق بالمرايات. ساعتها سارة بتبص لنفلم وتسأله: أنت متأكد إن الطريقة دي هتنجح؟ أنا عايزة كل العمالقة يرجعوا لكوكب السجن. فيرد عليها إن حسب النبوءات القديمة أيوة. وبعدين تسأله: طب وأنت هترجع معاهم؟ وقبل ما يرد فجأة يسمعوا صوت غريب ويظهر وحش عملاق قدامهم. سارة تاخد بالها من حاجة وتقول لهم يسكتوا خالص، لأن الوحش ده أعمى ومش بيشوف، وبما إنهم مش معاهم مرايات يضطروا يستخبوا ويهربوا منه بالعافية. وبالليل يقعدوا يفكروا هيعملوا إيه، لأن وحش زي ده مش هيعرفوا يقتلوه بالمراية. سارة بتقول لأخوها إن الحل إنهم يكملوا العدد لحد 50 عملاق بالمرايات، وبكده يقدروا يرجعوا الباقي لكوكب السجن. وقتها نفلم بيرجع ويقول لهم إنه فتش المنطقة وكل حاجة تحت السيطرة وهيستريح شوية وبعدين يكمل تأمين المكان. والإخوات قاعدين حوالين النار، واحد منهم بيسأل: هو العمالقة مش بيناموا زينا؟ سارة ترد إنهم لازم يناموا علشان بكرة رايحين مدينة عند البحر ويومهم هيكون طويل. تاني يوم بيكملوا رحلتهم ويروحوا مدينة ساحلية علشان يجيبوا مرايات ويقتلوا عمالقة تانيين، لكن بينسوا قد إيه المدن الساحلية مرعبة، لأن البحر بيجمع حواليه مخلوقات أخطر. وهما ماشيين بيلاقوا محل مرايات، لكن فجأة يحصل فيضان ويشوفوا الوحوش بتهرب منه، فيجروا هما كمان ويدخلوا مباني علشان يستخبوا. نفلم يطلع فوق المبنى، لكن لما يشوف سارة وقعت في المية ينط فورا ينقذها، وفجأة يظهر عملاق ضخم في المية فياخدها ويبدأ ينط من مبنى لمبنى علشان يبعدها عنه. وبعد ما الفيضان يهدى سارة تقول له لازم نرجعوا لفين وإيشي، فيرجعوا يدوروا عليهم. وفي الناحية التانية فين وإيشي واقفين فوق مبنى ومش عارفين يعملوا إيه، لكن فين بيقول لازم نلاقي طريقة نوصل لسارة. نرجع لسارة ونفلم، وسارة بتسأله هم فين، فياخدها ويكملوا التنقل بين المباني. وفجأة وحش يطلع من المية ويهاجمهم فيهربوا منه بصعوبة. سارة تقلق على فين وآش وتقول لازم يروحوا يدوروا عليهم، خصوصا إن الوحش بيعوم. ولما نرجع لفين وآش بنلاقيهم جوه مبنى، ويشوفوا سارة ونفلم من بعيد فوق مبنى تاني فيطلعوا وينادوا عليهم. أول ما سارة ونفلم يسمعوهم يروحوا لهم فورا، وبعد ما يتجمعوا نفلم يقول إن في وحش بحري قريب ولازم يبعدوا عنه لأن هجومه وحشي جدا. فين يسأله: هو ده نوعه إيه، عملاق؟ سارة ترد: لا، ده أقرب لوحوش بحرية قديمة اللي كانت في كتب الحضارات. ونفلم يوضح إنه نوع تاني من العمالقة. وبالليل يقعدوا حوالين النار، وآش يقول إن كويس إن في شوية عفش هنا. سارة تاخد بالها إن النار ممكن تجذب الكائنات فتطلب يقللوها. نفلم يقول إنه هيراقب الوضع بره لو في خطر، وفين يتمنى إن المية تقل بكرة علشان يعرفوا يتحركوا. وبعد شوية سارة تقول لهم يناموا، وفعلا تاني يوم يلاقوا المية قلت فيتحركوا فورا. لكن فجأة سارة تحس بحركة في المية وتطلب منهم يقفوا، وفجأة يظهر نفس الوحش المائي ويهجم عليهم. الكل يجري، لكن نفلم يقف يواجهه ويحصل قتال بينهم. الشباب يهربوا، لكن الوحش يظهر قدامهم مرة واحدة ويطاردهم لحد ما يوصلوا لطريق مسدود. ولحد هنا بيخلص الجزء الثالث من حكايتنا، واستنوا بقى الجزء الرابع قريب. ولو عجبتك الحكاية اكتب لي في الكومنتات واستناني في ملخصات وفيديوهات جديدة.